مرحبا حبايبي، شلونكم؟ اخباركم؟ مشتاقة لكم هواي. اليوم جيتكم فيديو جديد وحلو وبيه تفاصيل هواي. اول شي نبلش اكيد بمشتريات. اول شي بالمشتريات نبلش بهذن المواعين. هذن سعر القطعة ب1000 دينار، واكو بيهن ب1500. بس هذني حجمهن كلش حلو مناسب، وهذا لونه اصفر بس هنا ما مبين بالتصوير، وهذاك لونه احمر. هذني حلوات يعني يفيدن الواحد يسوي بيهن اشياء، وهاي حلو مقبلات اشياءات حلوات يصيرن. او بعد شنو اخذت؟ هذني طوس، هذني 2 هم القطعة على 1000. هذني عندي وياهن سيت مواعين شوية حجم كبير، ذني الكبار وياهن قلت يصيرن حلوات وهيج هم اخذتهن. وهذني طوس، هذني الحجم مالتهن الوسط. هذني جني هدية مالتهن شجرة اسود وهم راهمات يعني ويا السيت مالتي، كلش حبيتهن. والنقش مالتهن مو هيج يعني مسحوش شلون بارز، كلش حلوات كلش حلوات. واخذت كم شغلة اللي اكيد هذا السيروم مال شعر بالبصل، بس ريحته طيبة ما له علاقة يعني بالبصل، ريحته كلش طيبة واول مرة استخدمه. واخذت هذا المقص مال حواجب شعر هم يصير، هو حجمه مش يعني صغير ولا كبير، هم أخذته على 1000. وهذول السوارات هذول 10 قطع ب1500، هذول كلش حلوات. هسه لابسة من عندهن اني لابسة هذني بنات الحجر مالتهن يتجنن شلون كريستال، هم أخذتهن حلوات. وهذني البلندر هم نوعيتهن ممتازة، هذني أخذتهن ب5. أنا أول مرة آخذ من هيجي موديل، فكل مرة آخذ هاي اللي وحدة تصير ب3، هذول لقيتهم 3 ب5. نوعيتهم كل زينة، هم أخذتهن لأن دائما يعني نستهلك هيجي أشياء وهاي، فدائما نشتري من عندهن. مرات يضيع عن عندي، تعرفون يعني الجهال المكياجات كلش يحبوهن، فدائما عندي ضيعهن حمودي إلي، وحتى يخفيهن أصلا ما أندلهن وين. وهذا الماعون هم أخذته، شوف الجمال مالته شقد حلو، والحجم مالته هم حلو مناسب يعني كبير، يعتبر كبير. أو لونه هم أصفر راهم ويا هذاك الماعون. وبنات يفيد هذا يعني الفواكه رقي بطيخ، حتى يعني مرات خضرة تخلون بيهم يفيد. هذا الشكردان هم أخذته على 1000، هذا مستخدمته الشكردان، الحجم مالته هم حلو مناسب يعني يكفي كمية يعني ياخذ. وهاي هنا سوقت أخذت مسواقي يعني بين فترة وفترة أسوق هيجي مسواق. هذا هنا لبن كاسات، أول مرة أخذ من عنده بس طلع كلش طيب، جبت من عنده 4 قطع. وهاي السمبوسة هاي الصير مالتها العجينة بماعون سفري، أخذوا من عندها وين ما تلقوها لأن كلش زينة، لا تتكسر ولا تتقطع وكلش ممتازة. شلون مزيتة بيها زيت. هاي ب2000. حليب أكيد، وهذا حليب محمود هم دائما آخذ من عنده. وشنو بعد أخذت؟ هاي الباقلة هم أجيبها جاهزة، أسهل لي من أشتريها من برا. وهذا شاي جيهان كان مقطوع من السوق وهسه لقيته بالسوق، وأكيد جبت من عنده، كان خلال فترة ما موجود يعني قليل. هاي بهارات المدراس بنات، هاي البهارات كلش زينة وتفيد بكل شي، تفيد بيها مجموعة من البهارات. بهارات المدراس بنات تجنن حرفيا تجنن يعني. ما أعرف أكثر كل زوجات سوا شو تقدرون تخلوها. وهذول التتبيلة مال السلطة هم ما يحبوها، بس جبت هيك 2 يعني قلت ساعة يفيدن. وهاي الكابتشينو همات كلش زين، فما أجيب من عنده علب كبار على مود ما أشرب هواي لأن أنا كلش أحبها.
ما تجيب من عندها وايد، ما أشرب هواي من عندها. وأكيد شيبس حمودي وشغلاته. وهذا الجيلاتين هم اشتراه، هم كلش طيب هذا الجيلاتين. فيعني ما ياكله، أكيد ما ياكله محمد وحده، أنا وياه. ودائما هذا نجيب من عنده، يعني نحبه وأحسه يعني هم زين، ما بي شي أحسن من النساتل والشباسة. كلش طيب بنات. هاي خصة الحمرة بالأخص، يعني العفو البيضة كلش طيبة، طعمها هيك شلون العليج. وأخذت هذا السلة مال فواكه، هاي السلة 750 حجمها، يعني لا بأس بيه. وهذا المصفى صارت عركة عليه أنا وأبو سيف، فهو قال لي كون ما عندش من هذا النسيج شلك بيها وهاي عفية وما أعرف شنو. أنا أخذتها خليتها بالسلة وطلعت قبل. وحلوة حلوة شكلها كلش حلو. وأخذت هاي الحمرة، هذا لونها مشمشي كلش حلو لونها، وبيها شلون كر طيب للشفة. وهذا حبر لون أسود. هذا أول مرة أشتري، لأن يمكن يمنع عوضة ما متأكدة من عنده. وأخذت من عنده يعني مرات هيك أخلي، مرات يعني هيك على المشتهاية أرسم لي، أخذ لي رسمة. أول ما أجيت طبعت هذا حرف الكي، كلش حلو طلع. وهاي بعد ما كملنا المشتريات طلعنا ثاني يوم، هذا يوم ثاني، طلعنا الحديقة، رحنا أني وأهلي كانوا ويانا والأطفال كلهم. هنا الحديقة كلش حلوة كلش حلوة وكبيرة كلش، والزرع بيها ورود وهواي، يعني بيها شغلات حلوة، بيها ألعاب مال أطفال، وبيها مطاعم، أو بيها محلات ماركتات أشياء، حتى سوق. وهاي هنا شوية تصاوير بناتي. هنا كان الجو كلش حلو، بيوم اللي طلعنا بيه كان الجو يجنن، يعني مغيمة، وساعة تطلع الشمس، ساعة تغيم، ساعة تمطر، كلش حلو الجو، يعني ساعة الواحد يطلع يفتر. فجينا والجهال متونسين ومكيفين مطر، الجهال مكيفين بالمطر. هاي هنا جلسة تصوير بين البنات قاعدة يصورن، وحمودي هم ويانا كالعادة. أو يعني ماكو مكان بناتي يخبل. هنا كنا طالعين من الألعاب رايحين للحدائق، حدائق يعني عامة كلش كبيرة، بكيفه واحد اللي يريد يروح. ولقينا شجرة بيها ورد، هنا حمودي جاب لي وردة. ورجعنا للبيت، ورجعنا لروتين البيت. كنت مسوية عشاء، ما عندي شي، العشاء بسيط. فجبنا ويانا خضرة، الخضرة نظفتها وغسلتها، أول مرة نقعتها بمي وشوي ونمدح خليل، وبعدين غسلتها مرتين، شفت ما بيها تراب وهي نظيفة. والخضرة كانت تخبل نعناع وريحان، خضرة الصيف تجنن، كلش طيبة، كلش أحب خضرة الصيف. وجبت من عندها يعني كمية جبت. وكنت مسوية عشاء بيومها، كنت مسوية كباب، يمكن كباب مسوية. وكملنا سوينا عشانه وتعشينا. هاي هنا الخضرة غسلتها مرة ثانية، اللي لقيت بيها تراب شوية من ذبون المي، شايفين من ذبون المي يبقى بالطاسة تراب قليل، فأني شفت التراب عدت عليها بعد مرة وغسلتها، لأن شوية الخضرة تخوف، فيها تراب، بيها تصير كميات هواي. هاي الخضرة بنات أغسلها وأنشفها من المي وأخليها بالثلاجة، مرات أخلي بيها كلينس، ألفها بكلينس أو جرايد عندكم، مرات هيك بعلاقة، يعني خليوها بعلاقة تبقى يعني عندكم حتى تطول أسبوع تبقى ما بيها شي. أنا دائما هيك يعني أحتفظ بيها بالثلاجة، ما عليها شي، يعني تبقى. أو يعني تقدرون تجيبون كمية وتنظفوها، بس تكون شنو لازم فارغة من المي، ما بيها كل قطرة مي. وهاي هنا بديت أسوي العشاء مالتنا كان فنجر وكباب وزلاطة، ومكانكم خالي كلش طيب. أنا الكباب أسوي كلش طيب، كباب
التقلاه مال البيت. هاي الفنجر هاي النوعية زينة يعني، أحسن شي يعني أنا أجيب من عندها هاي كل الزينة. وهنا نجيب هاي الكمية لأن حمودي يحب هذا، ما يحب مال البيت من أسوي البوتيتة من أسويها فنجر، ما أعرف شو ما يحبها، يحب أكثر شي هاي الجاهزة، فأجيبها على مودة حتى ياكل شوية. سويت هنا كمية أو يعني هي هاي ما أعرف مقلة نص تقلة يمكن، يعني بسرعة يتقلى. أخذت من عنده تقريبا نص لأن هو أقل الكيلو مو هواية. وهاي هنا بعد ما كملنا عشانه وسويت الفنجر سويته بالجبن، سويته نص جبن ونص بدون جبن، أنا أحب اللي بالجبن. والكباب هم جهزته والزلاطة والخضرة، وسهمكم العافية، العشاء كلش طيب. وهنا حبيت أراويكم الماعين اللي أسوي بيهم يعني الأكلات الأشياءات. بنات كل شي يسوون واهس يعني ما تتصورون، للزلايط هيك كذا الأكلات، الكباب هذا ماعون يعني قديم عندي هذا الأبيض. وهذا الكباب بنات أنا من أسوي أخلي وياه خلطة يعني خاصة، نوع من البهارات، وأخلي وياه طماطة. أكو ناس ما يخلوا له طماطة كلش طيبة تطلع بيه. وهاي هنا كنت مسوية كيكة هي نفس اليوم. الكيكة هنا كلش هشة، ما تتصورون الهشاشة مالتها شلون هشة. وحتى صورت لكم اياها، ما اعرف مبينة بالتصوير ما مبينة. وهاي هنا حتى من اريد اقطعها يعني شلون الاسفنج، اسفنجية كلش، عبالك اسفنج. وحتى بالتقطيع يعني هم من مردت لان كانت حارة. وشوف بنات شلون يعني كلش هشة وما بيها اي ثقل واي يعني شي معجن وهيك. حتى من لأن هي حارة فمن قطعتها ما تحمل حمودي، بسرعة قطعيها وهي حارة. وحتى أكو بيها متكسرة كم وحدة. هاي هنا التصوير ما أعرف شنو طلع مو كلش واضح هنا التصوير، لأن إيد للتصوير وإيد أقطع بيها وإيد محمد أوخرها خلف الكواليس. ما تتصورون المعركة الصايرة. كل ما أسوي له كيكة ما أعرف شنو هيك بس يكيف يحب يلعب بيها. شايفين الأطفال من يشوفون كيكة مسويها بالبيت وهيك فرحون، كلش يفرحون بيها. بنات هنا المقادير مال يعني الكيكة العادية، بس طريقة تخفقون المواد كل شوي قبل الطحين. قبل الطحين تخفقون المواد كلش هواي. إذا عندكم خفاقة يدوية أو بالخلاط عادي ماكو مشكلة. بعدين من تضيفون الطحين ما تخلطوه هواية، الخلط مالته كلش قليل يصير. حبايبي هنا ينتهي الفيديو. إذا حبيتوا الفيديو تنسون اللايك والاشتراك.